قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. الشاهد: إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ الإسباغ إتمام الوضوء على أكمل وجه، يعني حتى الأشياء المسنونة المستحبة تفعلها. تخليل الأصابع تخلل، الزيادة في غسل اليدين إلى العضد والقدمين إلى نصف الساق، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفعلها. تتوضأ 3 مرات مع أنه يجوز لك أن تتوضأ مرة. فكل شيء أكمل هو إسباغ، كل شيء أكمل وهو إسباغ. تخيل أنك هذا تفعله في شدة البرد، وهذا ليس منحسرا كما قال العلماء في البرد، بل حتى في الصيف. في بعض الأحيان ربما تفتح حنفية الماء والماء حار كأنك قد سخنته بنار، فأيضا تعاني من هذا. إسباغ الوضوء هي على المواضع، لكن سماها النبي عليه الصلاة والسلام على المكاره. قالوا مواضع الزيادات النفس تكرهها، فأنت تقوم وتسبغ الوضوء. فهذا ما يرفع به الدرجات ويمحو الله عز وجل به الخطايا.